لو انت ما عندكش خبرة في التصميم او ما اتعاملتش على اي برامج جرافيك قبل كده، فالدرس ده والكورس ده هيكون ليك انت. لان الكورس ده هنتكلم فيه عن الشغل او التصميم بالذكاء الاصطناعي، وهنستخدم فيه التصميم بتاعنا موقع كانفا. موقع كانفا هو موقع موجود على الانترنت، وتقدر تستخدمه بشكل مجاني، مفيش اي مشكلة، وهيديلك نتائج كويسة. هنتعلمه بسهولة. الموقع ده في الأول هنعرف عنه هو بيعمل إيه وإيه الحاجات المتخصص فيها، وبعدين هنبدأ ناخد واحدة واحدة كل حاجة بتتعمل إزاي. الموقع سهل جدًا ومعمول خصيصًا للناس اللي ما عندهاش أي خبرة في التصميم. طب هل معنى كده إن هو ضعيف؟ بالعكس، الموقع قوي جدًا، وفيه حاجات بتوفّر عليك حاجات كتيرة جدًا مش ممكن تتخيّلها. يعني أنا شخصيًا لمّا اتعاملت على الموقع ما كنتش متخيّل إن ممكن فعلًا الموقع يكون بيقدّم حاجة زي كده. هنتعلّمه وسهل وبسيط، والتكنيك بتاعه يعني مُرتّب جدًا وشغله كويس جدًا. وهتطلّع نتايج احترافية جدًا، حتى لو أول مرّة إنّك تشتغل على تصميم. ممكن تحقق منّه دخل كويس جدًا، وتعمل منّه شغل ليك ويبقى دخل ليك، وتقدر إنّك تسوّق منّه حاجات كتيرة أوي وتبيعها ناس محتاجة للخدمة دي. تعالوا بينا بقى نشوف الموقع، ونشوف الموقع ده هنعمل بيه إيه. أول حاجة عشان أدخل على موقع كانفا، كل اللي أنا محتاجه إني هاروح على جوجل عادي، وهاكتب هنا كده في السيرش بتاعي، هاكتب كانفا زي ما أنا كتبت. أنا كاتب عربي بس هو ظهر قدامي فما فيش مشكلة. هابدأ أضغط على كانفا. أول سيرش هيظهر عندي هنا اللي هو كانفا فيجوال ستوديو فور everyone. هابدأ أضغط عليه، هيبدأ يفتح لي الصفحة اللي قدامي. لاحظ معايا إن فوق هنا في login in وفي sign up. login in لو أنت عندك حساب وعايز تعمل تسجيل دخول، ولكن أنا ما عنديش حساب فهابدأ أعمل معاكم حساب. هاضغط على sign in، هيقول لي عايز تشترك بالجوجل، حساب جوجل، والّا عايز تشترك بالفيسبوك والّا بالإيميل. اختار الطريقة اللي تريحك، ولكن أنا دلوقتي باعلمك بس تدخل على الموقع إزاي. لو اخترت جوجل هيبدأ يقول لك الحساب اللي عندك اللي أنت عايز تدخل بيه. الفيسبوك لو أنت فاتح فيسبوك، continue with إيميل، هافتح بالإيميل. هتكتب هنا كده اسم الإيميل بتاعك اللي الخاص بيك. فأنا هاكتب الإيميل بتاعي. أنا كده كتبت الإيميل. هابدأ دلوقتي بقى أدوس على continue. هيبدأ يفتح معايا يقول لي دخّل الكود اللي بعتناه لك على الإيميل الإيميل الشخصي بتاعي. فأنا لو رُحت على الجيميل بتاعي، طيب هالاقي إن هو بعت لي كود في الجيميل بتاعي. لمجرد إني هاخد الكود وهاخده كوبي وهاجي أحطه enter كود وهاعمل continue، هيبدأ يفتح معايا صفحة كانفا. بس أنا عندي already أنا عندي حساب على كانفا، فأنا بس عملت الجزء ده قدامك عشان تعرف هتسجل إزاي. ولكن أنا دلوقتي هاقفل الصفحة دي لإن أنا مش محتاجها، وهابدأ إن أنا أروح على الصفحة بتاعتي آآ في حساب كانفا، وهي بالشكل اللي قدامي. هيفتح معايا الموقع بالشكل اللي قدامي. ودلوقتي أنا دخلت على صفحة كانفا، هالاقيها بالشكل اللي قدامي. لاحظ معايا إن كانفا هي في الأصل هي المفروض إن هي مدفوعة، ولكن بيدّي لك فترة سماح لمدة شهر، 30 يوم، إنك بتجرّب الموقع وبتستخدمه بشكل free تمامًا، ما بتدفعش أي حاجة، وبيسمح لك بحاجات كتيرة جدًا زي ما هنشوف مع بعض، بتكون كويسة وبتقدر تطلّع منها نتيجة كويسة. لو عجبك فيما بعد بتقدر تشتريه، بتفعّل خطة مدفوعة. لو ما عجبكش فأنت طبعًا ما بتشتريش. ولكن طبعًا أنا واثق إن أنت يعني هتحب كانفا لإن هيوفّر عليك حاجات كتيرة. طيب مبدئيًا كده تعالوا نشوف كانفا هو بيعمل إيه. كانفا زي ما إحنا شايفين قدّامنا كده هو موقع للتصميمات، التصميمات بجميع أنواعها بلا استثناء. لاحظ في كانفا أنت ممكن تصمم أي شيء أنت عايزه أيًا كان نوعه. سواء كان تصميم لمطبوع أو تصميم مثلًا حاجة للسوشيال ميديا أو فيديو أو ويب سايت. هتلاقي هنا كده بيقول لك ويب سايت بعد يعني شوية كده
هتلاقي هنا موقع الكتروني او ويب سايت، فتقدر تصمم عليه حاجات كتيره جدا. ويعني تقريبا هو بيصمم كل حاجه، من الاخر هو بيصمم كل حاجه، حتى الويب سايت هو بيصممه. طيب استخدامه سهل وبسيط جدا، وتقريبا انا شايف ان هو متشابه في كل التصميمات، هتمشي على تكنيك واحد مش هتدوم. طيب تعالوا الاول نشوف احنا بنفتح يعني هنفتح نشتغل ازاي. اول حاجه هتعملها انك هتشوف انت عايز تصمم ايه، وليكن مثلا انا عايز اصمم بيزنس كارد. طيب بيزنس كارد ده تبع المطبوعات. طيب ممكن تروح في خانه البحث من هنا كده وتكتب هنا كده بيزنس، حتى لو بالعربي مفيش اي مشكله على فكره، ممكن تكتب بالعربي بيزنس كارد. لمجرد انك كتبت بيزنس كارد وبدات تضغط على علامه السيرش هنا او انتر، هو هيبدا يعرض لك قوالب جاهزه للتصميم اللي هو بيزنس كارد اللي انت محتاجه. طيب هيبدا يدي لك حاجات يعني تصميمات موجوده بالفعل، وانت تقدر تعدل عليها وتعدل عليها بسهوله جدا. وهنا تقدر تعمل تغذيه بصريه كبيره جدا. لو انت ما عندكش اي خبره في مجال التصميم، فهنا انت تقدر تعمل تغذيه كبيره جدا للتصميمات اللي موجوده. زي الحاجات اللي انا بألف فيها دي دلوقتي، التصميمات كل دي تصميمات موجوده، انت تقدر تستخدم اي قالب من دول وتقدر انك تعدله وتحط بياناتك فيه. الحقيقه هو تصميماته كلها احترافيه وعاليه جدا ومناسبه لكل المجالات. يعني انت مثلا اي مجال انت عايزه هتقدر انك تستخدمه. ممكن تكتب هنا بيزنس كارد مثلا عقارات، عشان يجيب لك البيزنس كارد الخاصه بالعقارات. لو ضغطت انتر بعد ما كتبت البيزنس كارد عقارات، هيبدا دلوقتي يجيب لي البيزنس كارد بتاعت العقارات وبتاعت الحاجات المختصه بالمجال ده. زي ما احنا شايفين كده بدأ انه يفتح معايا تصميمات خاصه بالعقارات. الديزاين نفسه مخصص للعقار. لاحظ معايا ان الكانفا ده برنامج او موقع على الانترنت، فهو مش مرتبط بامكانيات جهازك، هو مرتبط بسرعه النت، بالمناسبه كمان الموقع مش بس تقدر تشتغل عليه على الكمبيوتر او على اللاب، ده انت ممكن تشتغل من الموبايل. لمجرد انك تدخل جوجل بلاي وتكتب كانفا هتبدا تحمل الابلكيشن، ونفس الخطوات اللي عملناها في الكمبيوتر هي اللي انت هتعملها في الموبايل، وتقدر تخش الابلكيشن وتصمم وهتطلع نفس الجوده بالظبط، لانه ملوش علاقه لا بالموبايل ولا بالكمبيوتر. فدي ميزه حلوه جدا في الموقع. طيب تمام، وليكن مثلا انا عايز اختار شكل من دول. عجبني بيزنس كارد معين وعايز ابدا اشتغل عليه علشان يعني اخصصه ليا. الحكايه بسيطه جدا، هختار اي بيزنس كارد انا عايزه. طيب هو هنا خلي بالك معايا برضو من نقطه مهمه. لو بصيت هنا في التصميم ده هتلاقي ان في علامه تاج هنا اهي، ده معناه ان البيزنس كارد ده مدفوع، يعني مش هتقدر تستخدمه لان انت على النسخه التجريبيه، ولو استخدمته هتيجي تطلعه هيطلع لك الريزولوشن قليل. ولكن انت عندك حاجات مش زي كده مثلا مفيش عليها علامه ان هي مدفوعه، دي فري، والكارت ده فري، وحاجات تانية زي كده فري، لكن ده مدفوع وده مدفوع مكتوب عليه برو اهو. طيب تقدر مثلا تستخدم، وليكن الكارت اللي انا واقف عليه ده شكله لطيف، فانا لمجرد ان اضغط عليه هيبدا يفتح معايا صفحه جديده، وهيبدا يقول لي انت عايز تستخدم الكارت ده. هقول له كاستمايز ذس تمبلت، يعني انا استخدم القالب ده، فهبدا اضغط عليها هيفتح لي صفحه جديده تانية او في نفس الصفحه على حسب. هيبدا يفتح لي معايا الديزاين اللي انا اخترته، هيبدا يفتحه في صفحه تانية. فتح معايا الديزاين في صفحه تانية، اللي هي الصفحه اللي انا هقدر اعمل عليها الايديت بتاعي علشان اخلي البيزنس كارد او التصميم اللي انا اخترته هيبدا يختاره، يعني يبدا يحطه لي في الصفحه الخاصه بالايديت. تمام. طيب لاحظ معايا ان انا هنا كده لما بقف على حاجه معينه بيبدا يعمل لي اطار حواليها، بيقول لي ان انت واقف على الجزء ده.
لمجرد انك تضغط عليه مثلا هنا كده مكتوب لارانا المحدودة، لو انا وقفت عليها بالمنظر ده كده بدأت اضغط عليها دبل كليك، هيبدأ يظللها لي ويقول لي انت عايز تكتب ايه. هنا انا اقدر اكتب ال 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 البيانات الخاصة بيا. فانا هنا مثلا وليكن انا هكتب رامي زاخر. تمام. بعد ما بخلص بضغط في اي مكان فاضي، خلاص هو كده حفظ الاسم بتاعي. بيقول لي شركة عقارات، وليكن مثلا انا هسيبها شركة عقارات، مفيش اي مشكلة. ده مجرد تيست. تمام. بيقول لي مثلا روفوس اسطورات اللي هو مدير التسويق، يعني ده اسم شخص، وليكن مثلا انا يا جماعه انا وقفت عليه اهو وعملت دبل كليك. تمام. فهو بدأ يظلله لي. هبدأ اكتب مثلا اي حاجه، مثلا اكتب مثلا امير. واضغط في مكان فاضي وابدا اسحب هنا كده. انا بغير بيانات، بوريك بس بغير بيانات ازاي، لكن انا مش بغير بيانات عميل معين، لا انا بغير بيانات بس عشوائي. طيب مدير تسويق، تقدر انك هنا بنفس الطريقه تضيف رقم تليفون، وليكن انا هحط رقم تليفوني بالشكل ده كده. طيب هنا بيقول لك البريد الالكتروني او الرساله اللي انت عايز، يعني وسيله التواصل للويب سايت بتاعك، تقدر بنفس الطريقه تظلل عليها وتحط الويب سايت عادي. هنا بيقول لك الموقع، برضو موقع رائع حقا، هو انت المفروض تحط الموقع او البيانات بتاعت خاصه بالعميل، برضو مفيش مشكله. هنا بيقول لك الموقع لو انت عندك لوكيشن او عنوان معين، مثلا انا ممكن اكتب مثلا مصر، القاهره، الميل. تمام. انا كده كتبت عنوان. تمام. إيه لمجرد انك انت إيه غيرت البيانات. طبعا انا بس بوريك بنغير ازاي، لكن انا مش مهتم بتنسيق ولا مهتم باي حاجه دلوقتي. مش دي القصه دلوقتي، انا بوريك بس بعدل على القالب ازاي. في عندي ممكن جزء هنا ده خاص بالصوره، صوره الشخص ده انا ممكن اغيرها برضو، ان انا اجيب صوره معينه. طب هجيب الصوره ازاي وادخلها جوه كانفا؟ بسيطه، هتروح في الجزء اللي هنا ده وهتبدا تدور على حاجه اسمها ابلود او تحميل لو نسخه عربي عندك. لمجرد انك هتضغط على ابلود، لو ضغطت على ابلود هيبدا يفتح معاك الصفحه دي، هيقول لك ابلود فايل، او هتضغط هنا كده تقول له تحميل ملف، هيفتح لك جهاز الكمبيوتر. طيب هتبدا تشوف الصوره بتاعتك اللي انت عايز تستخدمها موجوده فين، وتبدا تحطها على الموقع بتاعك. بس انا طبعا هختار حاجه بشكل عشوائي، وليكن مثلا دي صورة أنا كنت محملها، فأنا هختارها بالشكل ده. هتبدأ تحمل معايا على الموقع جوه كانفا، وهقدر إني أستخدمها. طيب الصورة حملت. لمجرد إن أنا الصورة حملت أهي قدامي، لمجرد إن أنا هضغط على الصورة هتبدأ تتفتح معايا جوه التصميم بتاعي، وأقدر أخصصها أو أحطها في التصميم بتاعي. طيب أنا ضغطت عليها فبدأت انها تظهر معايا. لاحظ معايا انا سحبت هنا كده، بص ايه اللي حصل. الصوره دلوقتي بره، فانا لو سحبتها جوه هو كده حددها لي، حطها جوه مكان صوره الشخص. لو سبت ايدي من على الماوس هو كده حط الصوره اللي انا مستخدمها، حطها مكان الصوره بتاعه الشخص نفسه. طيب لاحظ ان من تحت الكارت عندي هو وش وظهر، فانا لو رحت على الجزء الخاص بظهر الكارت هقدر برضو اكتب هنا كده، انا كنت كاتب رامي زاخر، وهنا شركة عقارات، فهسيبها زي ما هي، وليكن ده اللوجو. برضو لو انت عندك لوجو معين تقدر انك تحمله من هنا زي ما حملنا الصورة، وتمسح اللوجو ده. لمجرد انك تقف عليه وتعمل ديليت من الكيبورد هيبدأ يتمسح، وتجيب اللوجو بتاعك وتحطه مكانه. لاحظ برضو ان في 4 جوانب، تقدر انك تصغر او تكبر التصميم بتاعك بالشكل ده. طيب لو انا رجعت للكلام اللي انا كاتبه، وليكن الخط ده مش عاجبني، تقدر تغيره وتقدر تغير لونه وتقدر تعمل اي حاجة موجودة فيه عن طريق، لو انت ضغطت على حرف الاي اللي فوق
اللي هنا ده كده انت هتقدر انك يفتح لك باليتة الوان دي خاصه بالالوان الموجوده. هنا كده رامي زاخر مثلا ممكن اخليها باللون الابيض. لو انا عملت سيلكت عليها وهقول له لون ابيض، لاحظ ان هو غيرها لي باللون الابيض. تقدر انك برضو ترجع لها تاني وتخليها باي لون انت عايزه، هو بيغيره اوتوماتيك مفيش مشكله لمجرد انك ضغطت عليه. هنا بيقول لك فوق، هنا بيقول لك ان دي الالوان المستخدمه في التصميم: اسود، وكالر رمادي، و يعني اللون ده بيج، يعني 3 درجات مختلفه من البيج. تقدر انك لو ضغطت على اي لون فيهم وغيرته باي لون تاني هيشوف المناطق اللي في الديزاين بتاعك ويبدا يغير لك اللون بتاع الجزئيه دي. طيب لو رحت مثلا على اللون اللي هو التاني اللي هو البيج التاني ده وضغطت اي لون هيغير لك الجزء اللي موجود فيه. لو ضغطت على اللون ده برضه هيغير لك كل الاجزاء الموجوده في الجزئيه اللي انا كنت واقف عليها دي. هو كان محدد لي الوانها، ولكن هو الديزاين مش محتاج ان انا العب في الوان. طيب دلوقتي انا وانا واقف على الكتابه بقى انا عامل سيلكت عليها، اقدر ان انا اكبر من هنا الخط بتاعي او اصغره، او اعمل سيلكت هنا كده واكتب رقم معين لمقاس الخط، مفيش مشكله، هو 16 خط مناسب. طيب هنا انت تقدر انك تغير نوع الخط بتاعك، يعني تقدر انك تجيب خطوط معينه. بالمناسبه انت مش بتحمل خطوط، هو الموقع عليه خطوط جاهزه وعليه كل حاجه، انت مجرد انك بس هتختار الخط اللي انت عايزه. بيقول لك هنا الخط، انت هنا لو عندك اسم خط معين تقدر تكتبه له وهو يعمل لك سيرش عليه. طيب يجيبه لك، يعني يجيب لك الخط اللي انت عايزه. طيب هنا بيدي لك مجموعه خطوط. طبعا بالمناسبه مش كل الخطوط زي ما حضراتكم عارفين، مش كل الخطوط بتنفع للغه العربيه ولا كلها بتنفع للغه الانجليزيه. في خطوط مخصوص للعربي، خطوط مخصوصه للانجليزي. فممكن نيجي نجرب على كلمه رامي زاخر خط معين ما يشتغلش الا وانا مش مجهز حاجه يعني. لكن انا طبعا مش مجهز خط معين، ولكن مثلا انا هجرب ان انا هختار، انا كنت مستخدم خط هنا معين، هبدا اختار نوع خط معين واشوف شكله عجبني هسيبه، ما عجبنيش هغيره، مفيش مشكله خالص. تقدر انك تغير اي خط انت محتاجه، ولكن الخطوط اللي عندي هنا دلوقتي دي خطوط خاصه باللغه الانجليزيه تقريبا، ففي العربي مش هتديني الشكل اللي انا عايزه. ولكن انا دلوقتي بشرح لك بس ازاي تغير الديزاين اللي موجود، القالب اللي موجود، وتبدا تحوله لتصميم خاص بيك انت. طيب دلوقتي شرح سريع كده ازاي بتستخدم قالب جاهز في موقع كانفا وانك تحوله لتصميم خاص بيك. لو اللي شايفين ان الموقع كويس، ان شاء الله انا هنزل سلسله كامله عن موقع كانفا، وهننزل فيها شروحات كتيره جدا لتصميمات مختلفه، ولكن للاسف يعني الناس ما بتشجعش ان يكون في استمرار. عايز بقى لو عجبك كده وحابب اننا نتطور مع بعض ونبدا نعمل دروس كتيره، تشترك في القناه وتشجعني باللايك والكومنت وتبدا تتفاعل معايا. ويا ريت ان الناس اللي هي عملت تصميم وجربت معايا، الموقع فري يا جماعه، مش محتاج اي حاجه، تقدر تشتغل من الموبايل وتقدر تشتغل من الجهاز الكمبيوتر او اللاب براحتك خالص. كل الفكره ان هو متوقف على الانترنت اللي عندك. طيب انا دلوقتي خلصت التصميم بتاعي، فانا عايز اعمل سيف. يعني اعمل حفظ للتصميم اللي انا عملته في كانفا. هو مش برنامج، هو اوريدي ده موقع على الانترنت، فالسيف هنا اسمه داونلود. لو طلعت فوق هنا كده، لو طلعنا فوق هنلاقي كلمة شير، لو ضغطت عليها هيبدأ يفتح معاك الصفحة اللي قدامك، اللي هي الصفحة اللي انبثقت قدامي دي. لو نزلت هنا يقول لك داونلود أو تحميل، هتبدأ تضغط عليها. هيقول لك أنت عايز تحمل الديزاين بتاعك بصيغة إيه؟ عندك جي بي جي وعندك البي ان جي، وده أفضل ما فيهم لأن هو بيديك أعلى كواليتي. طيب او بي دي اف طباعه في اس في جي طبعا. يعني هو اهم حاجه انك تكون واقف على البي ان جي لان ده اقوى حاجه. لو هنا حاولت انك ترفع الكواليتي، هو مش هيرفع الكواليتي، هيروح محولك اوتوماتيك
على النسخه المدفوعه، او مش هيشترك يعني، هيقول لك جرب لمده 30 يوم، و يعني انك انت على النسخه المجانيه. فانت مش هينفع انك انت ت... يعني مش هينفع انك انت تكبر حجم الصيغه. انت مسموح لك بمقاس معين، ومسموح لك بامكانيات معينه انت تقدر تستخدمها جوه النسخه المدفوعه، النسخه المجانيه. طيب انا هضغط شير تاني واضغط تحميل، وهنا البي ان جي الصيغه بتاعتي، وهنا هو اوتوماتيك عامل لي المقاس 1050 في 600 بكسل، هسيبه زي ما هو. هنا بقى بيقول لي انت عايز تحمل عايز تحمل الصفحة 1 ولا الصفحة 2؟ لو مثلا أقول له جميع الصفحات، لو أنت عندك ديزاين موجود مثلا 10 صفحات أو 20 صفحة، هنشوف الكلام ده فيما بعد. فأنت تقدر إنك تحمل صفحات معينة فيها، لو أنت حددت له قلت له أنا عايز الصفحة الأولى بس، أو عايز جميع الصفحات. إحنا هنا عايزين جميع الصفحات. وبعدين هتبدأ تقول له منتهي، يعني أنا كده محتاج اللي أنا قلته. هيقول لك تحميل، تقول له تحميل. هيبدأ يحمل معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده، زي ما هو بيحمل كده. وبعد ما هيخلص التحميل بتاعه، هتطلع عندك على الداونلود، هتلاقي التصميم بتاعك اتحفظ عندك على الجهاز. وزي ما احنا هنشوف دلوقتي، انا الداونلود عندي هنا في الجزء ده، فهو حملهولي في ملف مضغوط. لمجرد ان انا هفك الضغط بتاعه، اقول له اكزاكت هير، تمام، افتح الملف، هلاقي التصميم اللي انا عملته، التصميم بتاعي هو طلعهولي في الملف اللي قدامي. طبعا ما حدش يقول لي يا جماعه انت مصمم في حاجات غلط في الكارت. انا مش مصمم دلوقتي، انا بس وريتك ازاي بنعدل على القالب الجاهز، ازاي تقدر بس تستخدم البرنامج. ما حبيتش اصعب الموضوع وادي تفاصيل كتيره، ازاي بقى تنظم الخط، ازاي تغير الوان، ازاي، يعني جبت معلومات سريعه بس كاول اول درس، بس عشان الناس بس تبقى عارفه، للناس اللي ما تعرفش موقع كانفا يبقى سهل عليها. طيب يا ريت بقى الناس اللي استفادت والناس اللي هي فعلا حابه تكمل معايا الكورس ده، ان هي تتفعل، تشترك معايا وتفعل الجرس وتسيب لي كومنت حلو مشجع كده، وتنضم لصفحه الفيسبوك، وتبدا تنزل التصميم اللي هي عملته وتبدا تنزله على الجروب، لاني بنشجع بعضينا وانتوا بتشجعوني شخصيا اني اكمل. لما بتشجعوني انا بيبقى عندي حافز كده ان انا اقدر اكمل، لاني مش متخيلين فعلا الشغل ده بياخد وقت ومجهود قد ايه عشان اقدر بس ان انا اصور درس واحد عشان اقدر انزله. عايزكم تشجعوني كده، واشوف بقى رايكم، هل بتستفادوا مش بتستفادوا، واشوف بقى تعليقاتكم، واشوف انتوا عايزين ايه. لو حد عنده اقتراح معين لتصميم معين يقترحه عليا عشان نصممه مع بعض. هنشوف كل حاجه في الموقع، وهنشوف كل حاجه. انا بقالي فتره بدرس في الموقع وبطلع من عليه تصميمات. برنامج قوي جدا، او سوري، موقع قوي جدا وحلو جدا، وهنقدر نستخدمه باحترافيه حتى لو ما تعرفش تصمم. الموقع سهل جدا ومش محتاج منك اي خبره نهائي. اشوفك في الفيديو القادم ان شاء الله، تكون اتمرنت وتكون فتحت الموقع وخدت جوله فيه. وفي معلومه مهمه عايز اقولها، ما تقلقش من التصميم بتاعك انه يكون ضاع. التصميم يا جماعه موجود جوه كانفا، ودي ميزه قويه جدا جوه كانفا، اللي هي انك لمجرد انك عملت تصميم معين، بعد ما عملت التصميم الكهرباء قطعت وانت ما عملتش سيف، هو اوتوماتيك بيعمل سيف. يعني دي حاجه انا شخصيا حاببها جدا جوه الموقع، لان ممكن تبقى شغال بالساعات على تصميم معين، ومفيش ساعات لان الموقع ما بياخدش 3 دقايق وتكون مطلع الشغل بتاعك. ممكن تبقى بتعمل فيديو او حاجه وتلاقي نفسك كهرباء قطعت، او نسيت وقفلت البرنامج تماما وقفلت الموقع وخلاص انت قلقت. لا، ما تقلقش خالص، لانك لو رجعت عندك هنا كده على كلمه ديزاين من فوق، من هنا كده كلمه ديزاين دي، هو هنا هيبدا. لو طلعنا فوق هنا كده من فوق ورجعت على هوم، هتلاقي ان البرنامج او الويب سايت بتاع كانفا هو بيحفظ لك الشغل اللي انت عملته، حتى لو انت ما عملتش سيف. هو اصلا انت ما بتعملش سيف خالص، هو كده كده موجود. حتى لو قفلت الموقع ورجعت له تاني هلاقي الشغل بتاعي محفوظ. لاحظوا معايا، انا ما عملتش اي سيف قدامكم ولا اي حاجه، ولا حشلته في مونتاج ولا اي حاجه.